لكل عشاق السفر واكتشاف الجمال الأوروبي، هناخدكم معانا النهاردة في رحلة جديدة من رحلاتنا لأوروبا الشرقية. وفي 8 أيام و7 ليالي هنتعرف مع بعض على أهم المعالم السياحية في بلغاريا ورومانيا. وعشان تعرفوا هنعمل إيه بالظبط في رحلتنا وهناخدكم معانا على فين، خليكم معانا لآخر الحلقة عشان تعرفوا كل التفاصيل. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. وبعد الانتهاء من إجراءات الوصول داخل المطار، هنتوجه مع مشرف الرحلة لفندق المبيت في صوفيا لإتمام إجراءات التسكين واستلام الغرف، وعشان كمان نقدر نرتاح شوية من تعب السفر. ونكمل الباقي من اليوم في جولة حرة مسائية بنقدر نكتشف فيها جمال صوفيا، أو نعمل شوبينج ونستمتع بأجواء التسوق في المدينة. والبداية الفعلية لرحلتنا بتكون في اليوم الثاني، وده اليوم اللي هنشوف فيه مجموعة من أهم معالم صوفيا السياحية. فبعد وجبة الفطار داخل الفندق هنستعد لجولتنا مع مشرف الرحلة، وهنتوجه لكنيسة نيداليا وكنيسة بيتكا. وبعد كده هنكمل طريقنا مع المشرف لحد ما نوصل لأجمل مباني العمارة العثمانية في صوفيا، وهو مسجد بانيا باشي، المعروف بأنه من أقدم الآثار الإسلامية الموجودة في المدينة. وفي الجزء الثاني من جولتنا هنزور نصب الجندي المجهول، وهنستمتع بحضور عرض تغيير الحرس الجمهوري لرئاسة الجمهورية البلغارية. هنتعرف كمان على أشهر المزارات الثقافية الموجودة في المدينة زي ميدان ألكسندر باتنبرغ والكنيسة الروسية، وهنشوف روعة العمارة البيزنطية من خلال زيارتنا لكنيسة صوفيا الرئيسية، كنيسة ألكسندر نيفسكي. وبنختم يومنا الأول بزيارة جامعة صوفيا، وبنرجع بعدها على فندق المبيت. اليوم الثالث من رحلتنا بنتوجه مع المشرف لمحطة جديدة من محطات الرحلة، وهي مدينة بلوفديف القديمة، المدينة الخلابة المعروفة بتصميماتها المعمارية الفريدة. ودي المدينة البلغارية اللي تم تصنيفها كمتحف وطني للدولة. وطبعا جولتنا في المدينة مش ممكن تكمل إلا بزيارتنا للمسجد الرئيسي في بلوفديف، وبعد كده هناخد جرعة هواء نقية وسط الطبيعة والشلالات، وبنرجع مرة تانية على فندق المبيت في صوفيا. أما اليوم الرابع من رحلة بلغاريا رومانيا، فده يوم الحرية والانبساط، واللي بنقدر نستمتع فيه بجولة حرة. يقدر كل حد فينا يتوجه للمكان اللي حابب يزوره في المدينة، أو يستمتع بجولة شوبينج ويجيب كل الهدايا اللي نفسه فيها. وبعد وجبة الفطار في اليوم الخامس بنستعد لمغادرة الفندق في مدينة صوفيا عشان نتحرك لفندق المبيت في بوخارست عاصمة رومانيا، ووجهتنا الأساسية التانية من الرحلة. وأول حاجة هنبدأ بيها اليوم السادس هي إننا بنشحن طاقتنا بوجبة فطار معتبرة وشهية عشان نقدر نستمتع بجولتنا وسط أهم معالم بوخارست السياحية. وفي نص اليوم هنقضي وقت ممتع في التسوق عشان نستفيد من الديسكاونتس والعروض المميزة الموجودة في أف كونتروشاني مول، والمعروف بأنه أكبر مراكز التسوق في رومانيا. ودلوقتي جه الدور على اليوم السابع، اليوم القبل الأخير من الرحلة، واللي هنزور فيه مدينة سينايا، المعروفة بأنها من أشهر المدن السياحية في رومانيا، وهي مدينة في منتهى الجمال معروفة بسحر طبيعتها. وخلال جولتنا بنقضي وقت ممتع وسط معالم المدينة، وكمان هنزور دير سينايا. وفي نهاية اليوم هنكون وصلنا لآخر ليلة من ليالي رحلتنا بمجرد رجوعنا لفندق المبيت. وفي بداية اليوم الثامن والأخير بنستمتع بوجبة الفطار، وبعد تسليم الغرف والانتهاء من إجراءات المغادرة بنتحرك لمطار بوخارست عشان نستمتع برحلة جوية هادية للعودة بسلام. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، واكتبوا لنا في التعليقات إيه أكتر رحلة حبيتوها معنا. واستنونا في حلقة جديدة من حلقات كل خميس من لف وشوف مع منفيس.